اعمليها بالطريقة دي وانسي اي طريقة شفتيها قبل كده. بصوا بقى، والله مش شكر في نفسي، هي دي الطريقة اللي معتمدة عليها من سنين ومستحيل اغيرها ابدا. شايفين بقى؟ اللهم بارك، ملبن ملبن كده. حضريها كده بقى زي للمصايف للرحلات. نصلي على الرسول. نبدأ كده بعجينة الكفتة الأول. نشتغل كده على مقادير كيلو من اللحمة المفرومة، ليها 150 جرام من الدهن أو اللية المبشورة، وعليهم بصلايه كبيره بشراها ناعم جدا مع رشه ملح، واخده الميه بتاعتها، واخدت التفل بس. كنت نقع نص كوبايه برغل صفيتها كويس جدا، وثلاث معالق كبار من البقدونس الناعم، وفص ثوم، ومعايا معلقتين من النشا، ونص كوبايه من الدقيق، وكيس كده من بهارات الكفته، وفلفل اسود وملح وبابريكا، وبشره من جوز الطيب، بشره بلحه كامله، يعني حوالي نص معلقه صغيره، وربع معلقه صغيره كربوناتو اللي هو كربونات الصوديوم، ربع معلقه صغيره على طرف المعلقه كده الصغيره، وزيها برضو ربع معلقه صغيره من كيك شيف او بيكنج باودر. وبعد كده نعمتهم كويس جدا في الكبه بالشكل ده. عايزاهم يكونوا ناعمين، هسيبهم كده بس يرتاحوا كده قيمه 10 دقايق. لو مستعجله، مش مستعجله عادي بكيسهم زي كده. بتطلعي بقى كيس كيسين براحتك على قد ما تعملي. صبعتها، والصينيه دهناها شويه زيت، الصينيه كده مدهونه فرشه زيت، تمام كده زي الفل. بصبعها كده على اي سيخ عندك، اي حاجه بقى عندك، اهم حاجه تبقى ايه لها فتحه كده من النص. عندك بقى ميه بصل، تمام، هتدهني ايدك بيها. ما عندكيش شويه ميه على معلقه زيت، تطلع معايا زي الفل. هنخلص بقى الكميه وندخل بقى على عجينه الحواوشي، سهله جدا وبسيطه. دول 3 كيلو لحمه مفرومه فيهم نسبه دسم حلوه قوي، ليهم كيلو ونص بصل، وربع كيلو فلفل حامي على بارد. معايا هنا 4 معالق كبار من بهارات الحواوشي، معايا توم باودر، معايا بيكنج باودر حوالي معلقتين صغيرين للنسبه اللي انا حطاها كلها، معايا كزبره، معايا فلفل اسود، معايا بابريكا، كبابا صيني حباه الناعم، تمام كده زي الفل. وحوالي 6 معالق كبار من الورق بتاع البقدونس، الورق فقط لا غير، ومتخرطاه ناعم، ومعلقه سكر كبيره، ومعلقتين ملح. وننزل هنا بكوبايه من الدقيق، طبعا انا عشان انا عامله كميه 3 كيلو من اللحمه بالدسم بتاعها. هنا زي الفل معايا. نعجنهم بقى عجنه صح بايديكي بقى، ولازم تعجني كده في الحواوشي بالتتبيله حوالي يعني 7 8 دقايق كده. كل ما تديها كده في العجن هتبتدي تفتعلي في الطعم قوي. بصوا بقى حته العجينه، اللهم بارك، ملبن. خلاص كده تكايه حلوه قوي كده بعملها بقى للحواوشي، حرفيا بتفرق جدا جدا جدا. نشيل كده في قلب صينيه، نشيل بقى المشمع او المفرش اللي انا عملت عليه، طبق كده فويل او قطعه فويل، شويه زيت. يا سلام بقى لو عندك حته ليا، حته تانية خالص. معايا هنا قطعه من الفحم حلوه كبيره، حطي بس شويه زيت كده على الوش كمان، واكتميها بقى. انسي بقى، هتقولي يا اسماء في حياتنا ما اكلنا حواوشي بالجمال ده، اللحم كله كاني شوياه على الفحم، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى كيست كده عجينه الحواوشي كلها، اللهم بارك، وخدت كيس عملته كده على قد الاولاد كده في الرحله، تمام كده زي الفل. هنا بقى فتحت كده زي ما انتم شايفين العيش من الجنب كده، وبحشي على قد كميه الرغيف، وبظبطها كده، واللهم بارك، مش محتاجه بقى تحطي فحم تاني. وبالنسبه لتركات الفحم يا جماعه، اللي مش عايز يعملها برضو براحتك، انا بحب اعملها بصراحه. وبرضو بحب اعملها في عجينه الكفته نفس النظام. خلصنا كده الكميه ما شاء الله. وهنا بقى الكفته جاهزه معايا، وكمان حشيت كده ما شاء الله الحواوشي، حسيته كتير، رحت جايه يعني معبيه الباقي في قلب كيس زي كده، وبحطه في الفريزر جاهز على طول على التسويه، بيبقى زي العسل وبيسهل عليا الدنيا. وقت ما بطلعه مفيش 5 دقايق 10 دقايق بالكتير يفك نص فكه، وبعد كده احطه في الصينيه بدهنه زيت وسمنه وايه واسويه. بصوا بقى في التسويه، اللهم بارك، سويت كده صاج الكفته ملبن ملبن كده عسل نحل، اللي مخليه صباع نافش كده وجميل وما شاء الله مهوي، الكربوناتو مع البيكنج باودر، ملبن معايا ما شاء الله، سكر مش ناشف بقى واللحمه بتشد، لا 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 خالص. ايه رايكم؟ وشويه الحواوشي لوز، مش محتاجين كلام. ما يكون عندي رحله او مصيف او اي مشوار بالاولاد يعني او العيله، بعمل بقى الحاجات المشويات دي، بتسهل عليا الدنيا خالص. بحفظهم كده في اطباق فويل، وكمان بغلفهم، بيبقوا معايا ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بالنسبه للحواوشي انا بحب اديله لون التحميصه الخفيفه دي. بتحبيه طري عن كده براحتك، انا لازم يكون مقرمش عندي، وقلبه كده كده من جوه ملبن.
وطالما بقى في كفتة وفي حواوشي يبقى محتاجين شوية سلطة طحينة وشوية سلطة خضار، وبألف هنا وشفا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.